هذا البرنامج برعاية يا سلام، 5 أمان معنا دايما في كل مكان. في دنيا مليانة حكايات والرزق فيها له حسابات، نأمن بكرة ونطمن بالليل ونبني حلنا بثبات، خطوة بخطوة نمشي بطريق والعلم نور يفتح فريق. 5 أمان ده الأمان عنوان، في التأمين والصناعة دايما كسبان. مع طارق عبده بنفهم ونتعلم ونعيشها صح ونحمي كل مكان. أهلا بكم في ملتقى رياضي بتنظيم اتحاد شركات التأمين المصرية وبرعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، وبحضور كبار الشخصيات العامة، معالي الوزير دكتور محمد فريد وزير الاستثمار، والأستاذ علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، دكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من الشخصيات ولاعبي الأهلي والزمالك والمنتخب قدامى اللاعبين في يوم رياضي جميل تحت شعار نجري علشان بكرة ونأمن علشان ما نبدأش من الأول. تعالوا مع بعض نشوف الكتير وهنعمل ايه في اليوم ده. يلا بينا. اليوم النهارده بيوصل رساله للشباب، ويوصل رساله لجميع الشعب المصري. حضرتك شايف اليوم ده ازاي؟ هو طبعا ده مهم قوي، ده الماراثون الحقيقه بتاع اتحاد التامين في نسخته السابعه، يمكن السنه يعني طبعا ده بيعكس نجاح الحقيقه الاتحاد فيه ان هو ينظم المؤتمر للسنه السابعه على التوالي. المؤتمر طبعا اهميته فيما يخص الشمول المالي، ان احنا ندمج الشباب دولت ونعرفهم بالانشطه الماليه غير المصرفيه اللي هي طبعا منها التامين. فطبعا ده اهميه الحقيقه الحدث دوت الشباب، يعني ما شاء الله انا شايفه انه حدث جميل جدا، والحقيقه بهني برضو اتحاد التامين على تنظيمه بالصوره اللائقه دي. انا شايف حضرتك نشاطات الهيئه العامه للرقابه الماليه بقت قويه جدا خلال دخول الجامعات والوصول للشباب ونشر الوعي التاميني بطرق مختلفه جدا. حضرتك شايف ان اهم قطاع الشباب انه يوصل لنشر الوعي التاميني في الفترات كل القطاعات الماليه غير المصرفيه، وطبعا من اهم الحاجات اللي هي الحقيقه عملتها اللي هو الفينتك او موضوع اللي هو التكنولوجيا الماليه، لان دلوقتي الشباب ما بقاش يعني بيحب يفضل موضوع الفينتك اكتر من اي حاجه تانية. عشان كده هنلاقي مثلا معظم المكودين اغلبيتهم من الشباب سواء في البورصه، في اهتمام كبير، يعني قطاع الشباب الحقيقه مهتم بصوره كبيره جدا بالانشطه الماليه غير المصرفيه. فالحقيقه احد الاسباب ان هي شجعت الشباب موضوع الفينتك زي ما قلت لحضرتك. وصل كلمه للشباب في اليوم الرياضي النهارده وبتقول له ايه؟ ان هو طبعا يهتم بالصحه العقليه والجسديه في نفس الوقت، مش بس مجرد الصحه العقليه فقط، لا الجسديه والعقليه الاثنين بيكملوا بعض. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا شكرا.
كل سنه القطاع بيستنى اليوم ده، ونجري عشان بكره، ونأمن عشان ما نبداش من الاول. استاذ علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التامين المصريه، صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير، اهلا وسهلا، منورين. اليوم النهارده جميع العاملين في القطاع بيستنوه، لدرجه ان بقى علامه زي شرم الشيخ ورانديفو. حضرتك بيعني ايه اليوم ده بالنسبه للقطاع وبالنسبه لمصر كلها؟ والله اعتقد ان احنا يعني كقطاع تامين بنهتم بالصحه، بنهتم بممارسه الرياضه، بندعو ليها، بنهتم بان يكون الناس عارفه ان قد ايه ممارسه الرياضه شيء مهم جدا. بنعمل ده من خلال قطاع التامين، لكن طبعا هي رساله للشعب كله، واعتقد ده توجه كمان رئاسي الاهتمام بالصحه وبالرياضه، وده احنا الحقيقه لامسينه، ولذلك حاولنا دي النسخه السابعه للماراثون. بنحاول كل سنه ان يكون عندنا سلوجن معين او مسج او رساله معينه بنحاول نوصلها للناس. السنه دي زي ما حضرتك قلت نجري علشان بكره، لان الاهتمام بالمستقبل شيء مهم جدا. قطاع التامين كمان ليه دور كبير جدا في تامين المستقبل عن طريق الدعوه للادخار، وان ازاي الادخار ده شيء مهم جدا، وخاصه لفئه الشباب، علشان لما يكون عنده ادخار يعني معنى كده ان هو بيدخر لمستقبله قدامه. الادخار عن طريق شركات التامين هو احسن حل، هو احسن حل. مبلغ قليل جدا تقدر تحطه، فده يعني بيساعد. وقطاع التامين هي قطاع داعم لده، وبنحاول ندمج فكره الصحه، الاهتمام بالرياضه، مع التوعيه للتامين كمان. انا شايف رسائل قويه جدا للشباب. لحضرتك اتحاد شركات التامين المصريه بيهتم جدا بالشباب، وداخل جوه الجامعات وبيوصل رسائل قويه جدا. شايف حضرتك ان اليوم الرياضي ده هيوصل رساله اكتر للقطاع ده؟ شوفوا احنا يعني هي كلها فعاليات متكامله اللي بنعملها في الجامعات، اهتمامنا ب تنميه المهارات، وان احنا نعمل على ان يكون في عندنا مثلا نقص في الخبره الالكترونيه، بنحاول ان النقص ده نهتم بيه، يبقى عندنا اهتمام بهذا النقص. عملنا مبادرات داعمه من خلال جامعه القاهره، من خلال الجامعه الامريكيه، علشان نزود عدد الالكترونيين في مصر. الحقيقه ده كله بيصب في مصلحه الشباب. لما نربط ده كمان بيوم زي ده، هو الحقيقه الماراثون مش بس ماراثون، لكن اصبح يوم رياضي. كل العاملين في قطاع التامين بيبقوا متواجدين. النهارده عندنا 4000 واحد متواجد، وعندنا كمان جزء كبير من الناس من بره قطاع التامين، ودي حاجه مهمه جدا. لما الناس بيجوا معاهم اسرهم، بالنسبه لهم بيتحول من ماراثون الى يوم رياضي، ويعني يوم الحقيقه بيبقى فيه بتلتقي الاسر مع بعضها. كمان بنختتمه دايما بمباراه بين قدامى الاهلي وقدامى الزمالك، والحقيقه بتبقى ممتعه جدا للناس انهم يتفرجوا عليها ويشاركوا فيها. فده كل الحقيقه دور بيعمله اتحاد شركات التامين المصريه برعايه هيئه العامه للرقابه الماليه. والنهارده مشرفنا كمان معالي الدكتور وزير الاستثمار والدكتور محمد فريد، معالي الدكتور اسلام عزام رئيس الهيئه. الحقيقه حرصهم ده على انهم يكونوا متواجدين، ده حرص الدوله على تواجدها مع قطاعات الاقتصاديه زي قطاع التامين. يعني كل سنه وحضرتك طيب. اشكرك، شكرا جزيلا، شكرا. قطاع التامين كله بيشارك في اليوم ده. لما يكون معانا قامه تامينيه قويه وحريص على المشاركه في اليوم ده، اهلا بيك استاذ جمال، صباح الخير. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا استاذ طارق؟ شعار نجري عشان بكره ونأمن عشان ما نبداش من الاول. والله الفعاليه في حد ذاتها من الفعاليات الكبيره جدا، واحنا بنستناها كل سنه. وبنشكر اتحاد الشركات التامين المصريه على اليوم دوت. ومفيش اجمل من الرياضه، ولما تبقى الفعاليه مرتبطه بالجري والانشطه الرياضيه بتبقى حاجه جميله جدا. يعني شايف حضرتك ان الفعاليات دي بتزود الوعي اكتر لدى الشباب بصفه خاصه؟ طبعا حضرتك لو شفت الحجم الكبير من الشباب اللي موجودين في الفعاليه، اللي بيقربوا من قطاع التامين في يوم زي دوت، بتبقى فرصه ان هم يقربوا من القطاع، ويبقى في جزء من الوعي التاميني مرتبط باليوم ده. يعني بيبداوا يعرفوا يعني ايه تامين، يعني ايه اتحاد شركات تامين مصريه، يعني ايه شركات تامين. انا شايف واخد اتجاه قوي جدا ورياده، كلمه رياده. ان شاء الله باذن الله خطواتك وامنياتك لرياده في الفتره اللي جايه. والله هي شركه رياده لسه واخده الرخصه 25/3
واحنا في مرحله بعض الاجراءات القانونيه للتعديل، تشكيل مجلس الاداره وتعديل في هيكل الملكيه. لكن احنا بدانا نعمل القاعده، الموارد البشريه، استعنا ببعض الخبرات، وبدانا نشتغل على الملف بتاع الالكترونيك. احنا ان شاء الله كل حاجه في الشركه هتبقى الكتروني، وتعاقدنا مع احدى الشركات الكبرى في هذا المجال، ونامل ان احنا نبقى اضافه ان شاء الله لسوق التامين باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، ومتشكرين جدا، واحنا سعيدين جدا بالبرنامج بتاع حضرتك ومتابعينه، وانه اضافه كبيره بتمس قطاع التامين، وكل سنه والجميع بخير ان شاء الله. نجري علشان بكره، ما تيجي نشوف النهارده الاول هنجري ليه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا استاذ طارق، وشكرا جدا لحضرتك، وبنشكر كل القائمين على تنظيم اليوم الجميل ده، اليوم الماراثون الرياضي. وده يعني دايما ما تعودنا على الاتحاد المصري للتامين، اتحاد شركات التامين المصريه حاليا، وبرعايه الهيئه العامه للرقابه الماليه، وطبعا دايما النهارده بوجود معالي الوزير الدكتور محمد فريد، وزاره وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه، ودكتور اسلام عزام طبعا رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه، وكل الساده القامات من قطاع التامين واعضاء المنتدبين شركات التامين. شايف حضرتك اليوم ده كفعاليات بتبث روح قويه جدا من التعاون ونشر الوعي التامين؟ طبعا يعني ده النهارده بيؤكد للجميع والمجتمع ان التامين مش خطر بس. التامين زي ما هو بيحافظ على الاقتصاد الوطني، وبيحافظ على الثروه القوميه، وبيحافظ على المواطنين وحمايه ارواحهم، لا، التامين له دور اجتماعي ودور رياضي هام جدا. النهارده من خلال اليوم الرياضي ده والتجمع الجميل ده، احنا بنحاول نقول للناس ونوصل رساله جميله جدا: التامين معاكم في كل حاجه. وفي الرياضه، لا، التامين له دور وبارز جدا في الرياضه، سواء على مستوى الرعايات، على مستوى الحمايات، على مستوى الاجتماعي. وده بنقول للشباب: الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه، لان في النهايه الرياضه هي حفاظ على الصحه، حفاظ على الانسان، وده بيقلل من احتمالات الاصابات واحتمالات الامراض اللي في النهايه دور التامين اللي بيقوم بيه. فالرياضه بتقوم بدور تاميني بس بصوره غير مباشره. الرياضه بتحافظ على صحتك، بتحافظ على عمرك، بتحافظ على جسمك، بتحافظ على حياتك عشان تعيش حياه طبيعيه. نفس النظام التامين بيحاول يوفر لك الحمايه التامينيه عشان تحافظ على صحتك، تحافظ على نفسك، تستمر، يبقى عندك استدامه في الحياه. وده بيأكد هذا الكلام ده النهارده في اليوم الماراثون اللي الشباب كلها متواجده فيه النهارده. يبقى نجري عشان النهارده وعشان بكره. شكرا جزيلا لك صباح. شكرا طيب، شكرا، والتوفيق لبرنامج 5 امان. شكرا جدا لحضرتك. نجري علشان بكره شعار فيه معاني كتيره جدا. دكتور احمد شروي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ النهارده بيعني لحضرتك ايه؟ واليوم ده بالنسبه للهيئه العامه للرقابه الماليه حريصه
المشاركه فيه ليه؟ والله طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضرتك ومجهود كبير جدا حضرتك بتعمله على مستوى نشر الوعي والثقافه التامينيه او الماليه بشكل عام، وده المنطلق اللي بتشتغل عليه الهيئه وبشكل رئيسي من استراتيجيتها الهامه والطموحه لتطوير الانشطه الماليه غير المصرفيه في جمهوريه مصر العربيه. هذا اليوم هو من احد الاحداث الهامه اللي بتحرص عليها الهيئه العامه للرقابه الماليه للمشاركه فيها ودعمها وتقديم كافه سبل المسانده والدعم وتوفير كل عوامل النجاح، لان هذا الحدث المهم هو بياتي ضمن استراتيجيه الهيئه لنشر الوعي والثقافه الماليه، ومن ضمنها طبعا نشر الوعي والثقافه التامينيه. الحمله اللي عملتها الهيئه بالتعاون مع اتحاد شركات التامين المصريه، شايف حضرتك مردودها بدا يظهر؟ خليني اقول لحضرتك ان هي بس مش هتبقى حمله وبس مش مع قطاع التامين، لا هو اتجاه هيئه مهتم جدا بنشر الوعي والثقافه الماليه بشكل عام، وطبعا نجاح هذه الحمله المختصه بالتامين مع اتحاد شركات التامين المصريه هو يعطي يعني دافع وحافز لاستكمال مزيد من الحملات وتطوير مزيد من الحملات والادوات الاعلاميه والتوعويه مع كافه الانشطه، وده حرص الهيئه على انها تعرف الناس اهميه الانشطه الماليه غير المصرفيه وكيفيه استفاده الشباب والنشء وكافه جميع المواطنين في كافه المستويات، اللي عايز يبدا شركته، اللي عايز يبدا نشاط خاص بيه، اللي عايز يطور حجم اعماله، قد ايه الانشطه الماليه الغير المصرفيه مهمه جدا 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 بالتكامل مع الانشطه الماليه المصرفيه. انا شايف الهيئه تروح لوزاره التربيه والتعليم، الجامعات، كل ده بيدي حصيله لدى الشباب ان في نشر وعي تاميني قوي. خليني انا لا اتحدث باسم الهيئه، لكن هتكلم باسم مراقب او مشاهد او متابع او مهتم. الهيئه من وجهه نظرنا واللي احنا شايفينه على ارض الواقع لا تدخر جهدا في التكامل مع كافه الاجهزه والجهات سواء وزارات او حتى اتحادات، كافه الجهات لدعم خطتها ونهجها في تطبيق استراتيجيه نشر الوعي والثقافه الماليه لاهميه هذا القطاع، لان القطاع مهم جدا 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 في دعم التنميه الاقتصاديه في جمهوريه مصر العربيه، وبالتالي نشر الوعي بيه ده شيء مهم جدا بتنتهجه الهيئه العامه للرقابه الماليه. عشان اليوم الرياضي ده المشاهدين عايزين يعرفوا من حضرتك سؤال مهم، اهلاوي ولا قلبك ابيض؟ اهلاوي قلب ابيض. وتقول للزمالك حقيقي مليون مبروك طبعا عشان قبل الهوا. القلعه رقم 2 في مصر لازم نحافظ عليها وعلى اسمها. كنت اتمنى تفوز بالكونفدراليه، مزيد من النجاحات للانديه المصريه ووزاره الشباب والرياضه المصريه وكافه انشطه الرياضه في جمهوريه مصر العربيه وعلى مستوى المنتخبات، نتمنى لهم مزيد من التوفيق باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب، شكرا جزيلا. شكرا. نجري علشان بكره، وبكره ليه؟ ما النهارده لما يكون معايا بقى اهلاوي وزملكاوي وعضو منتدب شركه سلامه للتامين التكافلي وشركه قناه السويس استاذ محمد حسن، اهلا بيكم. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ طارق. موضوع الجري النهارده في نشر وعي تاميني، في ألفة، في تعاون، في حضور لجميع العاملين في القطاع. حضرتك شايف في اليوم ده ازاي استاذ محمد؟ اولا بنرحب بيك في اليوم الجميل اللي احنا الاتحاد دايما بينظمه، ده السنه السابعه على التوالي، والحقيقه احنا دايما حريصين جدا ان احنا متواجدين كشركات تامين وحتى خارج قطاع التامين. الناس بتتجمع هي واسرها واولادها وزوجاتها وازواجها، بيبقى يوم جميل جدا. بيبقى فيه مجموعه كبيره من الوزراء بيبقوا متواجدين، مجموعه من لعيبه الكوره القدامى الاهلي والزمالك. بيبقى يوم ترفيهي ممتاز للقطاع كله يعني، ودايما احنا حريصين ان احنا نحضره يعني كل اغلب الاعضاء المنتدبين الحقيقه بيفضلوا يحضروه. بيبقى يوم رياضي بنحاول نجري فيه، نطلع من المود الشغل. والحقيقه الاتحاد انا بشكره جدا على اليوم ده، برضو كنوع من نشر الوعي التاميني بشكل عام. فاتمنى الاتحاد يستمر على هذا اليوم، واستمراريته مهمه جدا لينا، وتغيير بصراحه مود مهم جدا بنبقى محتاجينه يعني. ده كلام واحد وقلب اهلاوي. نيجي بقى للاستاذ محمد حسن زملكاوي، نقول له الف مبروك. وانا بقول له
الف مبروك، والسنه دي سنه مستحقه وجود لك، طبعاً. واحنا طبعاً. في روح رياضيه وما عندناش مشكله خالص يعني. استاذ محمد حسن عضو المنتدب بشركه نصر السويس التامين، اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. بيعني لحضرتك ايه اليوم النهارده خصوصا بقى محطوط على الخريطه العام، ودايما زي بالظبط مؤتمر رانديفو اللي في شرم الشيخ، بيعني لحضرتك ايه اليوم النهارده؟ الحقيقه بدايه احب اشكر الاتحاد المصري للتامين لانه بدأ من 7 سنين ومستمر وهيستمر، لانه يوم بجد جميل من ايام السنه اللي بنقضيها كقطاع تامين موجودين في مركز شباب الجزيره. الماراثون ثيم وراه حاجات كتير قوي يعني. طبعا الرياضه الجازرينج بتاع شخصيات مختلفه، من كبار الشخصيات للشباب، من لعيبه لعيبه اهلي وزمالك، ومبروك للزمالك. تمام. كويس. فيعني الحقيقه احنا بنيجي نتمتع باليوم دوت، والناس كلها بشوف انها مبسوطه، الميديا موجوده. امين ده حاجه برضو بتدعم، بتوصل حاجه رساله للشباب. اكيد 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 طبعا يعني اكيد، وبنرسخ فكره الرياضه وبنرسخ الجري تمام. ويعني احنا مش شباب بس، احنا في شباب وكبار ومتوسطي السن. تمام. كلهم لما بيجوا بيفكروا تامين ايه التامين. تمام. فبيبتدي الحوار يدور حتى مع الشباب، يعني ايه قطاع تامين، يعني ايه شركات تامين، يعني ايه تامين. تمام. فبصراحه يوم حافل ويوم جميل. تاني بنشكر الاتحاد المصري للتامين ورعايه الهيئه بتواجد دكتور محمد فريد والدكتور اسلام موجود. فيعني الحقيقه هي مناسبه جميله وجازرينج اجمل، والاحلى من كل ده هو الزمالك والدوري. نقول له مبروك. مش مبروك واحده، الف مبروك. الزمالك السنه دي يستحق البطوله دي حقيقه عن جداره الحقيقه، وان شاء الله بعد 10 سنين ان شاء الله ياخدوها تاني باذن الله. ان شاء الله. إن شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب. ونجري علشان بكره، ونأمن علشان ما نبداش من الاول. صباح الخير استاذ خالد عبد الصادق. صباح الخير يا كابتن طارق، ازيك؟ منور. اهلا بيك. حضرتك اليوم ده بيعني لقطاع الشباب ولجميع مصر ايه؟ وشايف حضرتك اليوم ده ازاي؟ اليوم ده بيقول ان التأمين ده جزء من حياتنا كلنا، وان احنا الرياضة جزء كمان من حياتنا، وارتباط التأمين بالرياضة ده حاجة أساسية، لأن التأمين هو بيقول لك خليك سليم، خليك سليم في كل شيء، والعقل السليم في الجسم السليم. واخد بال سيادتك؟ فطبعا هنا ارتباط معنوي جدا، ان احنا بنقول الرياضة مطلوبة، ان احنا نكون عندنا ناس أصحاء خصوصا في التأمين على الحياة، ان احنا بنحتاط ان احنا ما يجيلناش كرامبات فنعمل رياضة فما يحصلناش حاجة. فهنا في ارتباط كبير جدا جدا ما بين التصرف الإنساني أو السلوك البشري والتأمين. انا شايف حضرتك وانت ماشي مع معالي الوزير محمد فريد وزير الاستثمار والدكتور اسلام عزام، حضرتك انا شايف حضرتك ما شاء الله، ربنا يديك الصحه ويبارك لك، انك بتقول احنا بنوصل رساله قويه جدا رياضيه. وبس المشاهد عايز يعرف من حضرتك تقول ايه للزمالك؟ بقول للزمالك الف مبروك على الدوري، وانت عملت المعادله الصعبه في التحدي اللي حصل. وانا اهلاوي، ولكن انا بقول بحيي كل جماهير الزمالك وبحيي كل لعيبه الزمالك، والحقيقه انا فخور بفوزهم بالدوري العام. عشان تعرفوا العضو المنتدب للمهندس للتامين اهلاوي بس قلبه ابيض. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب طارق بيه، ومتشكر جدا، واشوفكم دايما معانا باذن الله.
برعاية نجري علشان بكره، طب ما نجريش النهارده ليه؟ استاذ هشام محسن العضو المنتدب شركه اسكان للتامين، صباح الخير. صباح الفل يا باشا، منورنا. اليوم النهارده جميع العاملين في القطاع والشباب عاملين نشارك فيه، راي حضرتك ايه في اليوم ده، خصوصا ان هو بقى علامه مميزه في السيزون زي مؤتمر شرم الشيخ رانديفو، راي حضرتك فيه؟ بص، هي اهم حاجه في الموضوع ده الرساله، ان احنا بنبعت للناس كلها خدوا بالكم الرياضه، احنا مهتمين بالرياضه، مهتمين بالحركه، لان هي دي الصحه. كويس، احنا دايما بنعاني انه كلنا لازم نهتم بصحتنا، كلنا لازم نهتم بجسدنا، كلنا لازم نهتم بنفسنا. كويس، دي ليها تاثير كبير جدا 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 حتى على الناتج القومي المصري، فبالتالي دي رساله واضحه من الاتحاد المصري للتامين وبمشاركه هيئه الرقابه الماليه، ان احنا كقطاع كلنا من اولنا لاخرنا بنوجه الرساله للكل: اهتموا بالرياضه يا جماعه، ما عدا حضرتك لانك جاي ببدله، فاحنا معترضين على الموضوع ده تماما. انا مش هعمل كده تاني، بس تقول ايه؟ عشان تقول ايه للشباب اللي عايز ينشر الوعي التاميني ويعرف يعني ايه تامين؟ بنقول للشباب ده في فرصه. اوكي، احنا النهارده كاتحاد بنحاول نعمل حمله للوعي التاميني، ممكن انك انت تشاركنا فيها، ممكن النهارده عن طريق السوشيال ميديا ان احنا نوسع الحكايه دي، لانه نشر الحاجات دي النهارده هي اللي هتوصل الامور للامام. وزي ما انا قلت لك قبل كده، في النهايه التاثير بتاع التامين على الدخل القومي تاثير قوي جدا جدا جدا، لانه بيعوض الناس. النهارده قيمه الاصل اصبح من الصعب ان احنا نقدر ان احنا نجيبها مره ثانيه، لكن بالتامين احنا بنقدر نجيب لك قيمه الاصل مره ثانيه، فدي مهمه جدا. عشان بيه كل سنه وحضرتك طيب، ودايما منور ودايما مشارك في المحافل الرياضيه. انا متشكر جدا جدا ليك، ودايما منورنا في كل مكان. النهارده الكل بيجري في فكر، بيجري رياضه، بس النهارده استاذ خالد هيقول لنا النهارده بيجري وهدفه ايه. صباح الخير. صباح النور، مبسوط بشوفتك يعني. اشكرك. يعني حضرتك اليوم ايه؟ اليوم ملتقى حلو ما بين شركات التأمين، حاجة بتحس الجري للصحة، كنوع من أنواع الدعاية على أهمية التأمين. يعني أنا بقول دايما التأمين ده ضرورة مش رفاهية. بس واليوم جميل بصراحة، والتنظيم السنة دي أحسن بصراحة، في طفرة في التنظيم، واليوم مشي بسلاسة جدا يعني. بس فكان يوم جميل بصراحة. بيوصل رسالة للشباب في أهمية التأمين ونشر وعي التأمين؟ طبعا بيوصل أهمية الرياضة عشان صحتك، وأهمية التأمين إن أنت لازم تأمن. إحنا التأمين الناس فاكرة التأمين بس لايف بس أو على العربية بس، لا، إحنا عندنا أنواع كتير من التأمين بتغطي كل حاجة ليها تأمين، فده يوم مهم جدا جدا بصراحة يعني. أنا شايف على السوشيال ميديا أنت واخد اتجاه قوي جدا واهتمام قوي جدا في اللوجستيات، نقدر تكلمنا عن أهمية اللوجستيات خصوصا في الظروف الدولية اللي بتمر بيها المنطقة؟ والله بص، خلينا نتفق على حاجة، إن في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها التأمين ليه دور مهم.
الهدف ان الواحد انا بحاول اخاطب مش العاملين في شركات التامين، احنا بنحاول نخاطب الشريحه الناس العامه اللي في الشارع، نقول لهم اهميه التامين عشان المخاطر، اي مخاطر اللي جايه دلوقتي. اي واحد معاه عربيه هو راس ماله العربيه دي، لو لا قدر الله راحت هيقعد جنبيها وراس ماله كله راح. فلا، التامين هيقف جنبك. عندك مشروع، التامين بيقول لك اشتغل وطور والاقتصاد يزيد، وانا واقف في ظهرك لو لا قدر الله حصل اي حاجه. فدي اهميه التامين اللي لازم كل الناس تبقى فاهمه دورها يعني. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير وسعيد بشوفتك. كل سنه وانت طيب. وعلشان اليوم ينجح لازم يكون في تنظيم عالي الجوده. سياده اللواء اسامه الطويل، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، واهلا بيك وشرفتنا ونورتنا وفريق العمل معاك. اهلا بيكم وسهلا، يعني بنشكرك على تمثيلك يعني هنا معانا، ويعني ارجو ان يكون اليوم عجبك يعني جدا في تنظيمه وفي رواده وفي كل حاجه يعني. احنا عاوزين نسعد الناس والناس تسعدنا، لان كلنا محتاجين يعني راحه مع دون الارهاق الكبير في مشاكل العمل اليوميه. ففرصه يوم ان احنا نقضي يوم جميل، كلنا مبسوطين، كلنا بنلعب، يعني كلنا لابسين لبس كاجوال. ودي حاجه جميله يعني، ربنا يعني دي معروف علينا جميعا يعني. اليوم الرياضي بقى علامه سنويه الكل بينتظرها، زي مؤتمر شرم الشيخ رانديفو. حضرتك شايف الملتقى ده الرياضي بقى من اهميته في نشر الوعي التاميني اساسي ان سنوي تجمع ان يتعمل سنوي؟ طبعا الحمد لله احنا في النسخه السابعه بتاعته ديت، ودي حاجه جميله ان النهارده الناس كلها دلوقتي احنا وصل عندنا التسجيل الناس من بره 3000 واحد. 3000 واحد خارج قطاع التامين. ده دليل ان هم عارفين الماراثون وعارفين التامين، وده حاجه فرصه ان احنا بنوصل رساله التامين للناس ان في التامين له نشاط مجتمعي وله نشاط اجتماعي مع الناس. يعني ودي حاجه من ضمن انشطه الاتحاد المجتمعيه، ودي الحمد لله بتحظى يعني احنا بنرحب بكل من ياتي، ويعني ولا نميز احد. وده حاجه جميله، بشركه الوزراء، بشركه رؤساء الهيئات والشركات، ويعني وانت منورنا يعني. سياده اللواء، قدامى لاعبي الاهلي والزمالك والمنتخب ومعالي الوزير دكتور محمد فريد وزير الاستثمار، ودكتور اسلام عزام رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه، استاذ علاء الزهيري، جميع الشخصيات العامه والتنظيم الهائل من اتحاد الشركات التامين المصريه. شايف ان حضرتك ايه ان شاء الله الرؤيه اللي جايه ان شاء الله في السنين اللي جايه ونتكلم عنها؟ والله احنا دلوقتي الرؤيه ان احنا بنعمل دلوقتي بنصحي، بنعمل يعني بنعرف الناس ما هو التامين، والتامين ده نوع من النشاط المالي الغير المصرفي، وله دور اجتماعي في الاقتصاد، وحجم استثماراته فين، وتشغيله للناس قد ايه. يعني الناس كلها لازم تعرف ان وضع التامين دلوقتي مش نزهه، ده حاجه اساسيه، بقت حاجه وعي. فهو ده من نوع الوعي التاميني، ان التامين بيهدف ليه؟ كل هو التامين ده اساس كله هو تقليل المخاطر، يعني بنقلل مخاطر الاشياء يعني، وكلها تكافل. يعني النهارده انا بقى من عربيه وربنا يكرمنا ما بيحصلش اي حاجه، اسدد بقى لواحد ما كده، هي كده تكافل يعني، فيها تكافل يعني. فدي الناس كانت واخده فكره عن التامين الاول خاطئه، لكن دلوقتي اصبح ضروره وملحه في كافه المناحي، سواء في الممتلكات او في الاشخاص يعني. سياده اللواء اسامه، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب، ونورتنا وشرفتنا يا استاذ. شكرا.
ونجري علشان بكره. طب وبكره ليه؟ ما النهارده معانا متسابقتين في الحفل النهارده. اهلا بيكم نوران شبهنا ونوران عز الدين. تخيلوا بقى لما 2 نوران في مكان واحد. عايزين نعرف بقى مشاركتكم النهارده في الحدث. دي تاني مره شاركتوا قبل كده، واليوم بيعني ليكوا ايه؟ دي تالت مرة أشارك، وفعلا تنظيم كل مرة بيبقى أفضل، وفي فعاليات وأنا بشجع الناس هم يأمنوا عشان ما نبدأش من الأول. نوران بقى عايز أعرف منك التأمين بيعني ليكي ايه، واليوم النهارده بيعني ليكي ايه؟ أنا أول مرة أشارك أصلا في الماراثون. اليوم لطيف جدا جدا، الأكتيفيتيز كتير وحلوة، الفايبس كلها جميلة بصراحة. وتعرفنا على ناس جميلة هنا. التأمين طبعا حاجة مهمة جدا، يعني عشان ما نبدأش من الأول زي ما نور قالت. أكيد. نقدر نقول دايما انتوا مع بعض علشان اسمكم زي بعض؟ لا ده صدفة. مجال العمل؟ بنك مصر، إدارة التأمين على الأصول. الله. مجال العمل؟ مدربة كيك بوكس. الله. نسأل بقى السؤال اللي بيهم المشاهدين، أهلاوية ولا زملكاوية؟ أهلاوية. مبروك الزمالك. مبروك الزمالك أكيد. احنا برضو مش بنشجع اللعبة الحلوة. أيوة طبعا اللعبة الحلوة لازم نقول مبروك. بس هما كلهم بصراحة لعبوا، بس هي تجميع النقط هي اللي فرقت في النتيجة في الآخر. دي حقيقة. نقول لكم كل سنة وأنتوا طيبين. حضرتك طيب. لما المشاركة النسائية تبقى بقوة يبقى بتثبت نجاحها. أستاذة نسرين، شركة أروب للتأمين، صباح الخير. صباح النور، زي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك. بيعني حضرتك إيه اليوم النهارده اللي بينظمه الاتحاد شركات التأمين المصرية؟ اولا اليوم حلو قوي لانه بيقربنا كلنا من بعض. التنظيم ممتاز جدا، احسن من قبل كده بكتير قوي. اولا كل المشاركات لذيذه قوي، في حاجات خفيفه للناس الناس الكبيره، وفي حاجات تقيله. لا بصراحه التنظيم والستايل بتاعه كله مختلف عن قبل كده بكتير قوي 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 بصراحه. عايزه تقولي ايه لكل البنات علشان تقولي لهم التأمين مهم، التأمين بقى اساسي من اساسيات الحياه؟ اولا التامين في كل حاجه مهم، يعني احنا كست عايزه تنزل تبقى مطمنه انها توصل صح. لازم تامن على عربيتها، لازم تامن على نفسها، لازم تامن على بيتها. لا بص حضرتك، يعني التامين دلوقتي داخل في كل حاجه، الحياه، الميديكال، البحري، لان انا بحري، انا مدير تنفيذي في اداره البحري، فانا لازم اتكلم عن البحري يعني. واللي بيدور في المنطقه. طبعا موضوع هرمز ده عامل قلق جامد جدا، بس الحمد لله يعني الدنيا ربنا يعديها على خير، واحنا مبسوطين ان مصر امنه. ده اهم حاجه، واهم حاجه ان انا قابلت حضرتك، وفرصه سعيده جدا جدا. والتامين مهم يا جماعه من اول حياتك لحد اخر حاجه. أروب لما بتشارك بقوه، ودايما اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه. ميرسي ميرسي ميرسي، رزق حضرتك، ميرسي قوي قوي قوي، شكرا، تسلم.
وفي الختام اليوم الرياضي الجميل اللي بينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، شفنا مع بعض اللقاءات والمشاركة الفعالة. بشكر كل من قام على هذا اليوم، وفي النهاية أتوقف عند هذا الحد، وبرنامجنا كل يوم 4 مش كل حد. أشكر كل طاقم العمل وكل وحدة كنترول، وأشكر البروديوسر المتميزة الأستاذة نجلاء فتحي، والتصوير الخارجي الأستاذ محمد شعبان، والإعداد الأستاذ علي قناوي صحفي الأهرام، والأستاذة روان طارق. ودايما ألقاكم في أمان. سلام. هذا البرنامج برعاية ده الأمان عنوان في التأمين، والصناعة دايما كسبان. مع قاري عبده بنفهم ونتعلم ونعيشها صح ونحمي كل مكان.